مساء الخير، ايه الاخبار يا ترى؟ عاملين ايه؟ النهارده جاي اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، وهو سبب رئيسي من اسباب الانفصال والطلاق والعنف اللي احنا بنشوفه في الشارع. السبب ده هو النفاق والمنافقين. الرسول عليه الصلاه والسلام قال في حديثه الشريف: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث تاني عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. النهارده اللي حاصل إن هو بيكون صاحبك وحبيبك الروح بالروح، ومش هيسيبك ومش هيجي منكم انتوا الاتنين تاني. واللي بيحصل بعد كده إن مجرد ما تحصل مشكلة صغيرة قد كده بيبيعك. ومش بس بيع، ده بيلف على واحد واحد من اللي انت تعرفهم وبيكذب. يعني حتى يا ريته بيقول حاجة وحشة موجودة في شخصيتك فعلا، لا، بيفتري عليك بالكذب، بيوسع معصيته، بيكذب بطريقة مبالغ فيها. ليه؟ عايز يكره كل الناس فيك. هو كده، هو شخصيته كده. زي مثلا الراجل ومراته متجوزين، وهي عايشة فيها دور المرأة الصالحة، الزوجة التقية النقية التي تخاف الله. ومجرد ما يحصل مشكلة صغيرة برضو قد كده: تعالى يا معلم، ده انا القانون في صفي، ده انا هرفع عليك قضيه، ده المحكمه، ده القايمه، ده انا هكنس اللي وراك واللي قدامك، وهاخد الشقه والعيال ومرتبك. وريني بقى انت هتعرف تعيش ازاي، ومش هتسيبك حتى تبتدي حياه جديده، ولا هتسيبك تتجوز. ليه؟ هي كده. احنا ليه وصلنا لكده؟ ليه اغلبنا بقى منافقين؟ ليه اغلبنا بقى في وشك حبيبك وفي ظهرك ربنا يعلم باللي فيه؟ ليه بقينا كده؟ عندك صحاب انت دلوقتي داخل علاقة جديدة، اختبر بالخصومة. ما تفرحش بالبدايات، سيبك من فرحة البدايات دي خالص. اختبر صحابك فعلا، واختبر شريكة حياتك أو شريك حياتك بالخصومة. لما يبقى في مشكلة، شوف البني آدم ده هيعمل إيه. هيبقى باقي عليك؟ هيعرفك غلطك مثلا وبعدين نتصافى ونتصالح ونرجع تاني زي الأول؟ ولا لأ؟ ولا هيفجر في الخصام؟ وشكرا.